لأنه أخذنا بعيدا باتجاهات متعددة، ولكني ألوم عليه مسألتين مهمتين. الأولى أنه تحدث كثيرا عن الرواية العراقية دون أن يميز أنه يقصد الرواية العراقية المكتوبة بالعربية، لأننا في العراق مجموعة مكونات قومية لكل واحد خصوصيته. الرواية العراقية المكتوبة بالكردية هي غير الرواية العراقية المكتوبة بالتركمانية واليزيدية، والآن لدينا هذا الاتساع من الروايات، حتى إني أعلمكم أننا قد وصلنا إلى 600 رواية عراقية منذ عام 1918 حتى 2003 التغيير كان لدينا 120 رواية فقط، وحدث هذا الانفجار ب 600 رواية عراقية لكتاب سواء من الشباب أو من الكبار. ولا أعتقد أن الأخ جمعة قد اطلع على جميع الروايات وقد اختار البطل المأزوم الفقير الذي لا يقع ضمن دائرة الاهتمام الاجتماعي. وأنا شخصيا ودائما أشير أنني ضد استخدام كلمة بطل، بل أحاول دائما أقول الشخصية الرئيسية أو الاختيار آخر، لأن فعل البطولة الذي أشار إليه الأخ جمعة هو فعل سياسي، وجمعة دائما يريد أن يقارن بين ما هو فعل ما سياسي الانقلاب والثورة والتغيير وما إليه لدى الأخوة كتاب القصص الدينية والذين علمونا، وهو مأخوذ أيضا من الرواية العالمية، وحاول أن يقارن بين مدرستين مهمتين دوستويفسكي ونجيب محفوظ والفرق بينهما واسع، مشيرا إلى أن التكوين الروائي هو تكوين مدني. وأنا أختلف معه تماما أن التكوين الروائي في موسكو السابقة قبل تأسيس الاتحاد السوفيتي كان رعويا. كان المجتمع الروسي آنذاك مجتمع فلاحي، ومن خرج دوستويفسكي وتولستوي والمجموعة التي أثرت فينا كثيرا، برغم أن التكوين الأول للرواية العالمية تكوين بلجواتي أدب صالونات. وبهذا انتقلت الآن الرواية العراقية تمر بهذه الأزمة، أزمة أنها تسهم الآن بكتابة التاريخ. أن الآن تقريبا لي الشرف أنني قد أكون أكثر اطلاعا من البعض على الرواية العراقية، يوميا تصلني من 6 إلى 7 إلى 8 روايات، ولي شرف أن أطلع عليه أو على معظمها ممن أريد. اكتشفت أن الكاتب العراقي الآن يؤدي دور المؤرخ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ببطل فاعل، مؤرخ تماما، يؤدي دور المؤرخ. لهذا تجد كل الفعاليات الاجتماعية بدءا من الخنادق اللي أشار إليها الأستاذ جمعة إلى حياتنا اليومية، وهذه الاستعارات المؤثرة نفسيا. وهذا منتج جديد تماما بالأدب العراقي والأدب العربي. أحيانا في روايات أجد الكثير من هموم مارسو بالغريب، أجد شخصيات مأزومة تشبه شخصيات دوستويفسكي، ونحن نحتاج إلى تحليل حقيقي لهذا الكم الهائل من الإنتاج الروائي العراقي المكتوب بالعربية. المسألة الأخرى، كيف يمكن لجمعة أن يأخذنا إلى هذه السياحة الطويلة ويقف عند نقطة مهمة، هو اتجاه جائزة البوكر، وهي جائزة سياسية. من حق الأخوة الموجودين خارج العراق أن يكتبوا، أخوة وأخوات، أن يكتبوا ما يشاءون، أي روسيات، محاكاة للدول اللي يسكنون، هذا حقهم الطبيعي. ولكني في حوار البارحة مع الأستاذ عبد الخالق الخالي أشرت إلى قضية اتفقنا عليها، أن البوكر أرادت أن تحجم الثقافة العراقية وهذا الانفجار الروائي، فوضع الشروط، ودعونا نقرأ كل الروايات التي فازت أو ترشحت، ستجدونها دائما تدين المجتمع العراقي، تتحدث عن تجربة ضد إنسانية المواطن العراقي، وهذا ضد تاريخية العراق، ضد أفكاره، ضد أحلامه، ولهذا تمنح جوائز. وهذا
مشروع لاصحاب الجوائز، مثل ما كانت القاهره تمنح جوائز في مجالات ضمن شروط سياسيه اكثر مما هي شروط فنيه وثقافيه. دائما الجوائز ولدينا في بغداد على نفس المنوال. الان نحن نمر بازمه جائزه وزاره الثقافه. الروايات الموجوده وقفنا امام شروط سياسيه اهم مما هي ثقافيه، يعني الدعوه الذي كان يفرضه النظام السابق علينا هو الدين والجنس والسياسه بدا يفرض الان. شو يدير رايكم عن الدين؟ كاتب واحد كاتب مثل شوقي كريم كاتب هديه عن الدين، كاتب عن ما ادري شنو فلان، كاتب فلان. بدات هذه المواصفات تظهر ثانيه وهنا تكمن الخطوره. علينا ان ننتبه، وانا اتمنى على الاخ جمعه ان يراجع ثانيه ان هو قارئ جيد للقصص القصيره ورفيق زمن طويل على تاريخنا القصصي والمسرحي والروائي، وجمعه مثقف كبير ومفكر كبير ايضا انحني له اجلالا واحتراما وتقديرا، وسعيد بان يدخل اليوم نادي السرد. انا لم اذهب الى المسجد من اجل فقط ان احضر هذه الامسيه. محبتي لك باسم اصدقاء نادي السرد الحاضرين والرياض يا جمعه، لكم ايضا المحبه والتقدير. علينا يا اخي ان لا نقول باللغه العربيه، بل هناك لغه عراقيه اخرى هي التي نكتب بها وننادي بها، مع حبي وتقديري الى اللغه العربيه العظيمه، ولكني اطالب باللغه العراقيه. وهذا مشروعي، ولدي الان روايه جديده مكتوبه باللغه العراقيه كامله سميتها كنزه ونزه، ولكم الكنزه ونزه واحنا كنزه